تحدي النهارده على 10000 جنيه. اخر شخص هيخرج من الدايره هيكسب 10000 جنيه. في شروط للتحدي ده، ما ينفعش حد يزق التاني، وما ينفعش حد يجبر التاني ان هو يخرج من الدايره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نبدأ فيديو النهارده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو ده ل 100,000 لايك. طب يا جماعة، بمناسبة العيد احنا عاملين لكم مسابقة على 2 ايفون 11 برو ماكس 256، يعني اي حد هيشترك في المسابقة دي هيكسب ايفون من الايفونات دي. شروط المسابقة سهلة وبسيطة، عشان تشتركوا فيها هتعملوا ايه؟ هتلاقونا سايبين لكم لينكات 11 قناة في الديسكريبشن، خشوا على كل قناة واعملوا لها اشتراك، وبعد ما تعملوا اشتراك فعلوا لها الجرس واكتبوا تم في الكومنتات. لينكات ال 11 قناة سايبينها لكم في الديسكريبشن واول كومنت. لازم تشتركوا في ال 11 قناه كاملين. لو اشتركتوا في ال 11 قناه كاملين وفعلتوا لهم الجرس وكتبتوا تم في الكومنتات هيبقى عندكم فرصه انكم تكسبوا ايفون من الايفونات دي، وخلال يومين بالظبط هنعلن عن اسماء الاثنين اللي هيفوزوا بالايفونين دول. بصوا مين هناك يا جماعه، بصوا علينا. هاي لولي يا كتاكيتو. في واحده بقى تنكه هنا، كراميلا. هاي كراميلا. بصوا بصوا بتعمل ايه. حرانه عايز تنزلي البول؟ هنزلك بعد الفيديو، اتفقنا يا لولي؟ قبل ما نبدا تحدي النهارده لازم نطلع البنات فوق عشان نبدا التحدي، عشان ما يعيطوش طول التحدي. متفقين؟ لان انتوا النهارده هتعملوا مجهود. اوكي يلا طلعوا البنات فوق. تحدي النهارده على 10000 جنيه، وعايزين نفكركم ان اخر تحدي زينب هي اللي كسبته وكان بقيمه 20000 جنيه. مبروك لزينب، سقفوا لها سقفوا لها سقفوا لها سقفوا لها. خلوني اقول لكم سريعا كده تحدي النهارده ايه. اخر شخص هيخرج من الدايره هيكسب 10000 جنيه. هتقولي طبعا هي فين الدايره؟ هنعمل دلوقتي هنا الدايره وكلكم هتخشوا في الدايره، وطبعا انتوا عارفين الجو حر قد ايه وكلكم مش طايقين نفسكم من الحر، فتخيلوا بقى ان انتوا اليوم كله هتبقوا واقفين جوه دايره محبوسين فيها ومش عارفين تخرجوا، واللي هيخرج هيخسر التحدي، واخر شخص هيفضل صامد وموجود جوه الدايره هو اللي هيكسب التحدي ده وهيكسب ال 10000 جنيه. جاهزين للتحدي؟ انا خرجني، انا خارجه. استني لسه التحدي ما بدأش. هو الجو حر، حرام عليك. جايبين دي وهنعمل بيه الدايره، بما انك انت اللي كسبت التحدي اللي فات فانت اللي هتعملي لنا الدايره، وادينا عملنا الدايره. هي دايره معوقه شويه بس عادي، فداك يا حبيبتي فداك. ماشي. هتكسب التحدي ده وتاخد ال 10000 جنيه ولا هتعرينا زي التحدي اللي فات؟ هكسب ان شاء الله. هتكسبي التحدي ده وتكسبي ال 10000 جنيه ولا هتعرينا زي التحدي اللي فات؟ اكيد هكسبه. هتكسبي التحدي ده وتكسبي ال 10000 جنيه ولا لا؟ لا مش عايز اكسب عشان انا كسبت التحدي اللي فات، مش كل تحدي هكسب. اوكي خليكي قويه يا زينب. حرانه وربنا يتحرانه. هتكسبي التحدي ده وتاخدي ال 10000 جنيه ولا لا؟ ان شاء الله. ادي الدايره اهي، هعد من 1 ل 3 تكونوا كلكم في الدايره. 1 2 3 كله يخش جوه الدايره. هوبا شاطرين. بس يا جماعه كده، ايوه خليهم جوه الدايره كده. اللي انت عامله فينا ده يا جدع. خليكم متذنبين كده، حرام عليك. خليكم متذنبين كده. الدايره اهي، اللي هيعدي الخط بتاع الدايره ده هيخسر التحدي ده، واللي حران ممكن يخرج بره الدايره ويخسر، واللي وشه دهني واتملى زيت ممكن يخرج بره التحدي دلوقتي. لا 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 الجو ساقع ويخسر، واللي متضايق ممكن يخرج بره الدايره ويخسر عادي، واللي صغير ومش قد التحديات ممكن يخرج بره التحدي ويخسر. مفيش الكلام ده، انا قدها. يلا مين يطلع بره الدايره يا جماعه؟ ده شكلهم يا جماعه جوه الدايره. في حد فيكم عايز يطلع من الدايره؟ ها محمد تعبان عايز يطلع يا محمد، صدع كده. يلا زق. اطلع يلا. في شروط للتحدي ده، ما ينفعش حد يزق التاني، وما ينفعش حد يجبر التاني ان هو يخرج من الدايره. يعني انت دلوقتي مثلا لو زقيت ياسمين وياسمين خرجت بره الدايره، ياسمين هندخلها تاني جوه الدايره وانت اللي هتطلع. لا يلا بقى زقني يا شطر. اتفقنا؟ اتفقنا. طبعا التحدي صعب جدا لان الشمس دلوقتي طالعه وضربه عموديه على راسهم، ده غير ان هم كلهم صايمين، فالدنيا صيام مع الشمس مع التحدي دوت، فكله طبعا مفرط زي حرام ما انتم عليك، ده شايفين كده. ظلم ظلم. ظلم ليه يا جماعه؟ ده 10000 جنيه. هيا زينب عايزه تطلعي؟ يلا اطلعوا. بحاول ايه اصبر نفسي. سيبني، ما تفضلش تسالني السؤال ده عشان انت بتسالني حاجه على هوايه. اوكي مش عايزه تطلعي بره الدايره بس انت؟ لا 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 مش عايز. ولا انت يا جنه؟ لا لا خالص. ياسمين، انا واقفه. محمد، الجو هنا على تراب. فكره انتوا ممكن تبدلوا اماكنكم جوه الدايره عادي. في حد اتحرر يا جماعه؟ انا عايز اقول لكم حاجه بس ركزوا معايا هنا. نعم. بصوا يا جماعه البسين قدامكم ازاي جميل. جميل أوي. يلا نكمل لعب. يلا يلا. شايفين الميه هناك عامله ازاي يا جماعه؟ انا عامل كده اهو، انتوا الاثنين وكده اهو. انا عايز اقول لكم حاجه بس، عايز اقول لكم حاجه. البسين ده يا جماعه في اشد الاحتياج ليكم والله. انا ماشي، أشد انزلوا انت. احتياجا باحتياجين والله. ليه؟ مين حران؟ مين بيجيبكم حران؟ ربنا طيب انا. والله انا. كلكم حرانين صح؟ أكيد يعني كلكم زي نفسكم مين؟ دلوقتي ترموا في البسين صح؟ يا ريت. بصوا يا جماعه تعالوا طب نتفق على اتفاق. اي حد يطلع من التحدي يطلع يلبس هدوم البسين عشان هينزل البسين. التحدي ده هيفرهدكم جدا انا عارف، بس الميزه اللي بعد التحدي ده ان انتوا بعد ما تخلصوا هتنزلوا البسين اهو، والبسين بصوا يا جماعه حلو وازرق اهو والدنيا لطيفه. انا عايزه اطلع. كل واحد وبراحته يا جماعه. اللي عايز يخسر التحدي يطلع بره الدايره. اوه طلعتي بدري ليه كده؟ الحر بيهبطني والله. زينب يا جماعه خرجت من التحدي بدري يا عيني، فرهدت من الحر مش صح؟ قادر والله بجد، هيجيلي هبوط. طيب عاش، اطلعي البسي لبس البسين ولا البسي ايلاند؟
اوكي. يلا هوبا، مين اللي هتلبس دلوقتي لبس البسين وهتنزل البسين؟ لولي. دلوقتي يا جماعه معانا 4 متسابقين بداخل الدايره. شو يا جماعه، انا مبسوطه لكم قوي بالجو ده. في 4 اشخاص يا جماعه جوه الدايره دلوقتي، بعد ما كانوا 5 بقوا 4. يا ترى مين هيخرج تاني بعد زينب، ومين هيصمد لحد الاخر ويكسب التحدي؟ اللي مش قادر يخرج ويطلع يلبس لبس البسين. اوه بس انت خرجت ليه كده؟ هنط. ليه كده؟ مش قادر تستحملي الحر؟ البس كوكو. مش قادر تستحملي الحر خالص؟ خالص. يلا اطلعي جهزي وجهزي كارمن عشان ننزل البسين. باي باي. يلا جو. في حد تعب؟ اوه جنة كمان خرجت. فرهدت خلاص مش قادر. دلوقتي يا جماعه المواجهه صعبه بين محمد وياسمين. فديت علينا انا وانتي بس. ما بدك انا وانت. لا يا محمد يلا. خليكي واقفه. لا يا محمد. ها مين هيخرج يلا بره يا التحدي؟ محمد. تيجي نخرج انا وانتي وما حدش يكسب. ماشي. ها واحد. تخرجوا انتوا الاثنين مع بعض؟ لا ايه اضحك عليا. اضحك عليا. لا اضحك عليا. تضحك على بنتك انت منها على غلبانه. وشك ليه يا ستي؟ لا، خلاص براحتك. اللي نطلع مع بعض لازم واحد يكسب. خلاص براحتك. لازم واحد يكسب. لا اللي احنا نطلع طلعنا أنا مع بعض ومحدش هيكسب. لا يا حبيبي. طب استنوا حمسكوا اكتر، حمسكوا اكتر. في هنا 10000 جنيه وشخص واحد فيكم بس هو اللي هيكسبها، فاللي عايز يطلع ويسيب للتاني ال 10000 جنيه. مين محتاج يضحي؟ هو يطلع وانا هديك فلوس. يلا يا محمد. ها مين هيخرج؟ انت بتحب في حد تعوم. يخرج ولا قاعدين؟ انت بتحب تعوم يا محمد. طب يلا. استنوا ناخد اراء واحد واحد. محمد هتخرج؟ ياسمين هتخرجي من الدايره؟ خليكم انتوا الاثنين بقى متذنبين جوه الدايره كده. وادي قاعده لما نشوف اخرتها معاكم ايه. في حد فيكم ناوي يخرج بره الدايره؟ الدايره يا جماعه كان فيها 5 اشخاص، بعدين فديت لما زينب خرجت بقى 4 اشخاص، بعدين فديت لما بسنت خرجت بقوا 3 اشخاص، بعدين جنة كمان خرجت بقوا شخصين. حد ناوي يخرج؟ الجو هنا جميل. ياسمين هتخرجي؟ صراحة الواد ده تبت جدا جدا وهيفضل واقف كده لحد ما الاذان يدن، لحد ما انا اتحنط. مش هيفضل واقف الوقفه دي. هتخرجي ولا ايه؟ انا عليه. ماشي يا محمد انا خارجه. اوه ياسمين خرجت. ده قاعد ومثبت فيها. ده تبت انا عارفاه مش هيخرج النهارده. قاعد ومثبت فيها وهو اللي كسب التحدي. مبروك عليك ال 10000 جنيه. الف مبروك يا محمد. الاول انت بتعدهم؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ مش واثق فيا يا محمد؟ لو ناقصين 100. ده لسه يا جماعه ما خرجش من الدايره. انت خايف تخرج لو تخسر ولا ايه؟ ايه؟ اخرج بره الدايره ما خلاص. تلخفنيش، خليني اعرف اعد الفلوس. اخرج بره الدايره والله خلاص كسبت. صح. اهو. اوه عاش يا محمد، عاش 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 عاش. محمد يا جماعه هو اللي فاز في التحدي بتاع النهارده وكسب ال 10000 جنيه. يلا اطلع البس كمان انت لبس البسين عشان طبعا الحر موتكم. انا عارف انتوا بقالكم ساعتين واقفين في الحر والشمس بهدلتكم. يلا اطلعوا لا لبس البسين. انا استنى الاذان بقى، استنى الاذان. انا نلبس لبس البسين وننزل نعوم شويه لحد المغرب ما يأذن. يلا اطلع البس بسرعه. طيب ماشي. يا ابني انت لسه واقف ما طلعتش تلبس ليه؟ ده ما انا عشان هروح اشتري شويه حاجات بقى. مش تنزل معانا البسين؟ لا ما ارجع بكره. انت واخد الفلوس ورايح فين طيب؟ اروح اجيب شويه حاجات. هتشتري شويه حاجات بال 10000 جنيه دلوقتي؟ يا محمد نتفاهم طيب. يا ابني تعالى بقول لك ايه، انزل بس البسين. تعالى تنزل البسين معايا. يا عم مش عايز انزل يا عم. هو مش بالعكس. تنزل البسين؟ لا. لولي جهزت يا جماعه عشان البسين. بصوا عامله ازاي. ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ايه اللي انت عاملاه فيها ده؟ مايو. بصوا يا جماعه كلهم جهزوا. ادي ياسمين جهزت. انا بستوي. كراميلا المايوهات الحمراء دي. ده فستان ده ولا مايو يا لولي؟ مايو. يا كراميلا. مايو. ايه ده؟ ايه السفل؟ اوبا يلا شايف؟ يلا. وجنة كمان جهزت عشان تنزل البسين، ومعانا بابا كمان جهز عشان ينزل البسين معانا. الي يلا جاهزه؟ بص بقى انا هنزلك النهارده مع جده، اتفقنا؟ بابا يا جماعه ياخد ايلاند دلوقتي وينزل بيها. ماله القمر نزلت مع جده. بص عايز تعوم. عايز تعوم. بصوا ايوه قوم يا لولي. يلا لولي نازله مع جده وبتعوم معاه. ايلين مال القمر يا بنت. بصي لي يا بنت، نسيتيني في ثانيه اول ما نزلت مع بابا. يلا يا بسات نزلت انت وكارمن. يلا اوبا بابا نازل بايلين. بصوا يا جماعه ايلين مبسوطه مع بابي. ماله القمر ماله. هو اللي بيغني لك اهو، هو واقف جنبك اللي بيغني لك. وهوبا يا جماعه كراميلا نازله البسين هي كمان. كراميلا نزلت البسين عايزه الطوق بتاعها. معلش يا ايلين كراميلا لسه ما بتعرفش تعوم فهنخليها هي معاها الطوق. ممكن؟ يلا قومي بقى، قومي اتعلمي من ايلين. بص يا جماعه انتوا البنت ما بتحموهاش ولا ايه؟ بس يلا يا جنة انزلي. انزلي اضربي غطس على طول. يلا وانت يا ياسمين مالك واقفه ليه؟ مكسوفه يا حبيبتي ولا ايه؟ يلا انزلي. يلا خدي ايد زينب وانزلي معاها. يلا انزلي زينب والنبي خديها في ايديكي. نط انتوا. لا زينب دلوقتي انا علمتها العوم خلاص بقت سباحه صح يا زوزي؟ وهوبا يا جماعه ايلين قاعده هنا. زينب نزلتها. بص زينب واقفه ازاي. عاش يا زينب. زينب بصي لي هنا. عاش. يلا انت بتعملي ايه كده؟ انت الانسان النطاط. بعمل نطاطه. انا عايز اقول لكم حاجه يا جماعه جميعا. بس عايز اقول لكم حاجه. في الوقت اللي انتوا بتستمتعوا فيه في البسين محمد كسب ال 10000 جنيه وراح يصرفهم. ما انا عارفه. انا عرفتكم. لما اتخانق معاه لما ده يرجع. نصاب للصاب لما يرجع بس. يا بنت انت اللي عبيطه، انت اللي خرج من الدايره.
ما عشان هو تبت ويفضل واقف والله مش هيخرج وفي الاخر انا اللي هخرج، فوفرت على نفسي. اهو كسب ال 10000 جنيه وراح يصرفهم اهو. وفرت عادي حلال عليه. الجو حر يا جماعه والواحد لازم ينزل البسين، فانا مضطر اقفل الكاميرا شويه، انزل البسين اعوم شويه وبعدين ابقى اخد الكاميرا تاني واصور لكم. ابويا يا جماعه بصوا يا جماعه بيعرف يعوم والله، متعلم العوم مني وبيعرف يعوم. عاش يا بابا، انت بتعرف تعوم صح؟ الحمد لله. يا لولي. هاي جنة. هاي هاي ياسمين. هاي احمد. هاي بسنت. هاي كراميلا. هاي الي. هاي زوزي. هاي. هو انت حد علمك العوم ولا اتعلمت لوحدك؟ لا يا ابني انا بعوم على قد يعني بعوم سباح. لا بس تعرف تعوم يعني شويه. اه انا ماما بتقول لي ان انت كنت بتصيف كتير زمان. كنا بنصيف. لا انت في صور اصلا ليك قديمه كده وانت على الشط لوحدك كده قاعد على الشاطئ كده ومسرح شعرك على جنب كده وكنت خارب الدنيا. أيوة. الصوره دي كان عندك كام سنه فيها؟ 19؟ بتاع 19 20 يعني قبل ما تتجوز ماما اصلا صح؟ قبل ما اتجوز مامتك. ايلين يا جماعه دلوقتي راح هتقعد بقى مع جده شويه. ايلين معاها كورتين يا جماعه عماله تاكل فيهم. امسكي بايده روح الايلين. يلا يلا روح الايلين. لولي. يا لهوي زينب اتجرأت وبقت تخش لوحدها جوه. زينب انت ازاي عملت الحركه دي؟ ولا انت عشان سانده؟ عشان سنده طبعا. انا سمعت طرطيش كلام كده يا زينب ان انت بقت تعرفي تعومي. يعني طب ورينا شويه كده غطسه كده من غطساتك. يلا وهوبا هوبا. لا 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 ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا لهوي. كنت كده غطستي ولا كنت غرقاي؟ لا غطست بس ايه، كنت بسيب نفسي بشوف نفسي اعرف اطلع من غير ما امسك على حاجه، بس لقيت نفسي لا. يلا غطسيه كمان طيب. يلا يا لهوي زينب يا جماعه اختفت. زينب اختفت. يلا اطلعي يلا يلا تعالي وهوبا. ايه العفريته دي؟ ايه العفريته دي يا جماعه؟ اصل شعري عشان فكيته، انا عايز اعرف انت ازاي خسرتي في التحدي بجد. لان كنت حرانه جدا وبعدين عندي صداع وحسيت ان انا ههبط، فده اللي خلاني خرجت. كنت حرانه قوي والحر بيخنقني. ايه اللي خلاك خرجتي في التحدي وما كسبتيش؟ عشان بمزاجي. بمزاجك؟ بمزاجي عشان يعني انت خسرت حرانة بمزاجك؟ جداً. اه وانا خرجت بمزاجي برضو عشان عارفه ان محمد مش هيخرج من الدايره. والله الحاجه الحلوه اللي في البسين هو الراجل ده. الراجل ده الحاجه الحلوه اللي في البسين فعلا. زينب يا جماعه عماله تغطس وخاربه الدنيا ما شاء الله عليها. اطلعي يا حبيبتي اطلعي بدل ما تغرقي. بتغرقي. امسكي في رجلي امسكي في رجلي اطلعي. كنت بتغرقي صح؟ لا بحاول اعوم. بصوا يا جماعه انا هقفل دلوقتي بقى الكاميرا عشان انزل دلوقتي معاهم بقى شويه واعوم، عشان يعني عايز اعوم شويه بقى زيهم بقى. يعني لا عماله تعوم وانا عمال اصور فما بعملش حاجه. عايز انزل اعوم بصراحه عشان الجو حر جدا ولسه الفطار بدري، فالواحد يعوم بقى شويه عشان يكسر الحر بتاع الصيام والسخونيه والكلام ده كله. اخيرا جيت. ده احنا بص خاربين الدنيا في البسين. يلا اطلع بسرعه وغير وتعالى. انا عايزه انط معاك. يلا انزلي بس انزلي انت. يلا نطي 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 يا بسنت نطي نطي. يا نهار اسود. ايه اللي حصل ده؟ دبش. يلا وراها وراها على طول. يلا 1 2 3. يا نهار اسود. دبشه وقعت في الميه والله العظيم. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتغرق كده ولا انت كده بتعوم ولا انت ايه كده؟ يا ابني اللي انت بتعمله ده. طيب يا جماعه انا بكلمكم دلوقتي من قلب غرفه المونتاج. انا عايز اقول لكم ان بعد ما خلصنا البسين طلعنا كله فطر وكلهم حرفيا دخلوا ناموا ومفيش حد غيري صاحي عشان امنتج لكم الفيديو دوت وانزله لكم. كنا مبسوطين كلنا معاكم بالفيديو دوت. وعايز اقول لكم ان ايلين وكارمن بعد ما طلعوا من البسين ناموا على طول، ما ادوش اي رياكشن تماما. اول ما طلعوا حسوا ان هم تعبوا من البسين راحوا نايمين على طول. وبكده يكون فيديو النهارده انتهى. ما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتوصلوا الفيديو دوت ل 100000 لايك. دعموا الفيديو دوت بلايكات كتير. ويا رب تكونوا حبيتوا فيديو النهارده وتحدي النهارده. ونحب نقول مبروك لمحمد لان هو اللي فاز بتحدي النهارده. واخر حاجه حابب اقولها لكم، سلام.